اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده كنت بعمل جوله في شارع عباس العقاد، والصراحه لقيت المحل دوت ابهرني بالاسعار بتاعته. وقفت شويه بستوعب الاسعار اللي موجوده عنده، لاني فعلا لقيت فيه حاجات ب 70 جنيه ولقيت حاجات ب 25 جنيه ولقيت حاجات ب 45 جنيه. وقفت شويه افكر كده، هل فعلا الاسعار دي حقيقيه ولا لا؟ الصراحه يعني انا بقيت واقفه مش عارفه فعلا الاسعار اللي انا شايفاها قدامي دي بجد ولا لا. المهم قررت ان انا بقى ادخل المحل واشوف فعلا الاسعار دي بجد ولا لا. فعلا دخلت المحل ولقيت فعلا لقيت عنده احذيه بكل الاذواق، كل حاجه تتخيليها موجوده عنده. وكمان الاسعار بتاعتها كمان كويسه جدا، لدرجه ان انا فعلا بقيت واقفه مش عارفه اشتري دي واشتري اي حاجه بالظبط، لان فعلا كل حاجه عنده جميله جدا. وكمان الاسعار بتاعتها حلوه قوي. تخيلوا بقى ان انت رايحه تشتري مثلا جزمه سواريه وتلاقيها مثلا ب 155، تلاقيها ب 165. ففعلا بجد الاسعار في المحل ده تحفه بجد. يا ريت كل المحلات تعمل العروض اللي هو عاملها دي، مش هيبقى فيه حاجه طبعا، حاجه غاليه طبعا. لان ازاي انت تشتري حذاء زي اللي انت شايفاه قدامك دي، جزمه شكلها شيك جدا وكمان تلاقيها ب 165 جنيه؟ ولا الهافات بقى عنده حاجه جميله جدا، ولا الشنط السواريه، ولا مش عايزه اقول لكم الكاوتشات. كل حاجه تتخيلوها موجوده هناك، والاسعار بتاعتها جميله جدا. وكمان عامل عروض حلوه قوي كمان على الشنط. يعني تخيلي ان انت تشتري شنطه ب 95 جنيه، واشكال جميله وكل الالوان موجوده هناك. بجد المحل ده فعلا المفروض كل المحلات اللي هناك تقلده فعلا، لان فعلا الاسعار بتاعته حلوه جدا. لدرجه ان انا بقيت واقفه مش عارفه اصور لكم ايه ولا ايه ولا ايه، من كتر الحلاوه بتاعت الحاجه هناك. وكمان الاسعار بتاعتها جميله جدا. فلو انت عروسه وبتجهزي ممكن تروحي هناك تشتري لك مثلا كام شنطه، هتشتري لك كام حذاء ليكي، كاوتشات، هافوت، كل حاجه هتلاقيها موجوده في المحل ده. الصراحه بجد المحل ده فعلا عامل عروض حلوه جدا. يا بنات لو انت بتجهزي نفسك انصحك روحي المحل ده، علشان خاطر هو فيه عروض كتيره. وكمان وفي نفس الوقت ان انت تقدري تشتري كل حاجه وانت عايزاها من غير ما هتلاقي نفسك صرفت فلوس كتير بالنسبه للاسعار اللي بره. فلو انت عايزه تعرفي اسم المحل اكتبي لي في الكومنت وانا هقول لك اسم المحل ايه. زي ما انتم شايفين الالوان كلها في الشنط، في الاحجام كلها اللي انت عايزاها موجوده هناك. سواء بتحبي الشنط الكبيره، بتحبي الكروس الصغير، بتحبي الشنط الوسط، كل حاجه تتخيلها موجوده هناك. غير كمان الحاجات الهاف فوت هناك. عايزه اقول لكم يا بنات اشكال جميله جدا والله بجد. وقفت بقيت يعني من كتر حلاوه الحاجه ما بقتش عارفه اشوف ايه ولا ايه ولا ايه، لان فعلا الاسعار هناك حلوه قوي. شايفين الهافات دي جميله جدا، واسعارها ايه ما كملتش ال 200 جنيه. تتخيلي ان انت تشتري هاف فوت وما يكملش معاكي سعره 200 جنيه؟ شوف انت لو اشتريتيه من مكان تاني هتلاقي نفسك شاريه بسعر ايه. فبجد بجد يعني انا المحل ده انا اول مره اشوفه الصراحه، ولما دخلته فعلا ابهرت نفسي انبهرت بجد والله بالاسعار اللي انا شايفاها قدامي. شايفين الهاف فوت الجميل ده عامل 195 جنيه. تخيلوا بقى يا جبنات كده، لو انت بتجهزي نفسك كده وخدتي لك مثلا 1000 جنيه، هتروحي تجيبي لك خمس ست حاجات كده من هناك وبال 1000 جنيه. لو انت رحتي مكان تاني بتهيألي ان انت هتجيبي الحاجه ب 1000 جنيه. شايفين الجمال؟ شايفين كل حاجه بجد هناك. وكمان في نظام هناك بجد في الرص بتاع الحاجه. يعني المحل رخيص، وكمان في نفس الوقت كمان موفر لك ان انت تقدري تشوفي الحاجه اللي انت عايزاها بكل سهوله. وكمان هناك على فكره عايزه اقول لكم ان انا طلبت كان في جزمه عجبتني قوي فطلبتها، ما فيش ثواني والحاجه جات لي. وكمان في احترام هناك في المعامله. يعني اسعار وناس هناك كويسه جدا. وعايزه اقول لكم والله والله فعلا المحل فيه كل حاجه زي ما انتم شايفين ب 70 جنيه. تخيلي ان انت تشتري جزمه ب 70 جنيه. يعني لو انت عايزه تجيبي مثلا اي حاجه لوالدتك مثلا هتلاقي هناك الاسعار حلوه قوي. كمان حاجه لبنتك هتلاقي برضو هناك الاسعار جميله جدا بجد. الموديلات هناك هتعجبكم قوي. وفي نفس الوقت زي ما انتم شايفين ايه 24 جنيه ونص دي. تخيلوا انتوا تلاقي حاجه بالمنظر بالسعر دوت. شايفين الهافات اللي قدامكم دي كلها والله والله حاجات في منتهى الجمال. وعايزه اقول لكم كمان ان الجوده بتاعته مش وحشه والله، لا بالعكس والله جميله جدا. فاتمنى ان انتوا لو انتوا عايزين تروحوا المحل دوت تكتبوا لي في الكومنتات وانا هكتب لكم اسم المحل ايه. هو في شارع عباس العقاد، بس قولوا لي انتوا عايزين تعرفوا اسم المحل. لو انت حابه ان انت تروحيه اكتبي لي في الكومنتات وانا هكتب لك اسم المحل ايه. هو فعلا محل اللي يستاهل فعلا ان انت تروحي. خاصه بقى لو انت بقى عايزه تشتري مثلا حاجات لجهازك، شنط لجهازك، احذيه عشان تشيليها في الجهاز بتاعك. فكل حاجه هتقدري تجيبيها بمبلغ قليل، وفي نفس الوقت هتلاقي نفسك جايبه احسن الحاجات واحسن الموديلات. وكمان والله يعني لو انت تعرفي مثلا حد من زمايلك كمان عايز يشتري حاجه، فياريت برضو ان انت تقولي له على المكان ده، لان فعلا هيوفر معاكم جامد جدا. يعني الاسعار فعلا هناك زي ما انتم شايفين بجد والله. انا من كتر الحلاوه بتاعت الحاجه مبقتش عارفه اصور ايه ولا ايه، لان فعلا فعلا بجد والله الاسعار هناك حلوه قوي.
انا الصراحه اول ما رحت شارع عباس العقاد بقيت يعني، انا وقفت قدام المحل شويه ومش متخيله 70 جنيه. هو في حد بيبيع حذاء ب 70 جنيه؟ في حد بيبيع مثلا كوتش تلاقيه ب 160 جنيه و150 جنيه؟ فبقيت واقفه الصراحه شويه مصدومه، لحد ما استوعبت وقلت بقى لا، انا لازم أنا اخش بقى المحل من جوه واشوف الاسعار فعلا بيتكلموا بجد ولا ايه. فعلا انا سالت على الحاجه وطلبت الحاجه كمان واشتريت من هناك. عايزه اقول لكم اشتريت جزمه من هناك شكلها شيك جدا. تخيلوا بكام؟ ب 165 جنيه. فانت لو انت عايزه حاجه فانت ممكن تروحي هناك، وشايفين كل الالوان اللي انت عايزاها من الشنط بتاعتك كمان موجوده هناك، سواء